حلة وانزلي فيها بمعلقة سمنة. اول ما تسخن معاكي انزلي عليها باللحمة تاخد لون وتتشوح. الخطوة دي مهمة جدا. اولا بتسرع معاكي عملية السوى جدا، ثانيا هتوفر معاكي مرحلة التحمير اللحمة بعد كده. وشوية كده وهنشوف لونها واحنا بنغرفها. خلاص بقى اللحمة اتحمرت معايا وخدت لون، انزلي عليها ببصلاية وطماطماية مقطعاهم مكعبات، نديهم تقليبة كده وتنزلي عليهم بنص معلقة صغيرة فلفل اسود. مش هحط اي بهارات تانية لان دي من الاكلات اللي لو حطيت لها بهارات كتير هتضيعي طعمها. حطيت بقى الفلفل الاسود وبرده اديته تقليبتين كده ونزلت بالمية المغلية. غطي بقى وسيبيها تستوي براحتها، واول ما احس ان هي دخلت في السوا هبقى احط لها الملح. سبت اللحمة تستوي وجبت الخلاط حطيت فيه نص كيلو طماطم وعليها قرن فلفل حامي وحتة توم من اللي انا مفرزاه وربع كوباية مية. ضربت عصير الطماطم وبعدين جبت حلة حطيت شوية من الزيت ونزلت عليهم بحتة توم، يعني حتة صغيرة. اول ما خدت لون دهبي حلو كده نزلت بربع فنجان خل، والله الله بقى على الريحة. تقليبة كده ونزلت عليهم بالطماطم. معلومة على الماشي، وانتي بتسبكي اي طماطم لازم السكر عشان بيعادل الحموضة اللي فيها. فانا حطيت معلقة سكر ومعلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل اسود وغطيتها وسبتها تسبك براحتها. اكلنا بيستوي واحنا شغالين علشان كله يخلص مع بعضه بامر الله. هاتي بقى طاسة وحطي معلقتين زيت وعليهم 5 فصوص توم مفرومين. اول ما ياخدوا لون دهبي كده انزلي عليهم بفنجان الخل وحبة الملح وحبة فلفل اسود صغننين قوي، ودي بقى يبقى اسمها الطشة. يلا بسرعة بقى هاتي حلة او طاسة وحطي معلقة سمنة وحبة زيت يسخنوا وانزلي بالعيش لحد ما يتحمر معاكي. وقالوا ايه زمان؟ قالوا الاكل ده مزاج، بلاش تقطعي العيش بايدك، قطعيه بالمقص، وقبل ما تقطعيه نضفيه من الردة، وبعد ما تقطعيه عديه على مصفى علشان لو في اي ردة تنزل. ليه بقى؟ الردة مع التحمير هتتحرق وتعمل لك طعم مش حلو. اتأني وانت بتعملي اي اكل، ده انت وولادك اللي هتاكلوه. نرجع بقى للعيش قبل ما يتحرق. هحط له معلقة من الطشة اللي احنا لسه عاملينها، وهحط له كبشتين صلصة من اللي احنا برضو لسه عاملينها، والله الله بقى على الريحة. وهحط له برضو حبة شوربة كبشتين بس انا مش عارفة ليه الكاميرا ما كانتش شغالة، بس يلا مش مشكلة. ما تكتريش بقى في الشوربة، هم كبشتين 2 مفيش غيرهم، علشان انا مش عايزة العيش يطرى، عاوزاه يكون مقرمش كده وحلو. وتعالي بقى نعمل شوية رز بالمستكة ريحته هتجيب لآخر الشارع. يلا يا قمر منك ليها، بطلي كسل وقومي طبقي الوصفة وبعتيلي صور من اللي انت هتعمليه. يلا حطي معلقة سمنة وحطي عليها 5 حبات من المستكة، واول ما تسيح معاكي زي كده انزلي بالرز. انا كنت غسلاه وحطاه في مصفى علشان يكون جاهز. اول ما تسمعي صوت تقطية الرز في الحلة انزلي على طول بالملح تقلبتين، انزلي بمعلقة كبيرة من الخل، وكل كوباية رز ليها كوباية مية، بس انا علشان مش بعاير حطيت من الكاتل على طول. 10 دقايق يغلي وبعدين وطيت عليه. نغرف الفتة القمراية بتاعتنا دي. هاتي بولة وحطي نصها رز، وبعدين ارفعي الرز من الجناب كده وحطي العيش في النص وارجعي غطي عليه بالرز وساوي البولة كويس قوي وحاولي تكبسيها. اقلبيها بقى وانزلي بالصلصة، وبعدين خدت معلقة صلصة تحت اللحمة. شايفين اللحمة؟ انا مش محمراها والله، ده لونها من ساعة ما شوحناها. شايفينها طالعة تحفة ازاي؟ وبعدين نزلت عليهم بطشة الثوم والخل اللي هي ايه؟ الطشة، وحبة فلفل اسود. اما بقى لو عندك عزومة وحابة ترصيها في سرفيس هتحطي العيش وعليه الرز والصلصة والفلفل الاسود واللحمة على الوش، وبعدين هتنزلي تعملي اللايك والشير وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله، اشوفكم في فيديو جديد.